السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. ما تنسوش تحطوا له اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي بنعمله. هنا هنعمل بقسماط يا حبايبي بطريقة سهلة وبسيطة. حطيت بقى كوباية مية يا حبايب قلبي وعليها معلقة خميرة، كيس فانيليا، ومعلقتين سكر. كل المقادير يا حبايب قلبي سهلة جدا، يعني شوية مية وشوية زيت ومعلقة خميرة ومعلقتين سكر. عملت بقسماط اللي الكيلو ب120 جنيه. يبقى نعمل ايه؟ بعد اجيبه لقيت الكيلو ب120 جنيه، قلت طب وليه؟ طب ما انا اجيب كيلو دقيق وشوية زيت وشوية سكر ونعمله خلاص في البيت وتبقى حاجة ضمناها. زيتك نضيف، دقيقك نضيف، نخلاه وزي الفل كده يا حبايب قلبي. حطيت بقى كوباية مية ورجعت حطيت نص كوباية تانية يا حبايب قلبي، وهنحط معلقتين زيت سمنة. السمنة دي سايحة يا حبايب قلبي من الحر، عشان احنا الجو حر في الصيف، السمنة بتبقى سايحة زي الزيت بالظبط. وهحط كوباية زيت. عايزة تعمليها بزيت خالص اعمليها، انما مينفعش تعمليها بسمنة كلها. يعني معلقة السمنة دي او معلقتين السمنة مع الزيت بيخلي البقسماط إيه، يعني تيجي تاكليه تحس ان هو دايب في بقك كده وبتلاقيه حلو ومش معضم كده. كده بقى يا حبايب قلبي هحط معلقه بيكنج باودر، نص معلقه بيكنج باودر، مش معلقه مليانه، نص. اهو شايفين يا حبايب قلبي؟ نص معلقه. وكده هندوبه بقى، بس من رأيي ان انتوا تحطوا البيكنج باودر مع الدقيق افضل، علشان ما يكلكعش منك كده، لان الزيت والسمنه وكده ما بيدوبش، بيدوخك يعني في التقليب وكده. فانت ما تحطيه مع الدقيق احسن. انا نسيت بقى وحطيته مع السمنه والحاجه. هنا بقى نحط، جبت كيلو دقيق نخلته وهنعجنه بقى يا حبايب قلبي. عجين حلو كده، لازم تعجني البقسماط عجين، يعني مش تعجنيه اي كلام كده، لا لازم فيه عجين، لازم تديله حقه عشان البقسماط تطلع حلوه معاكي كده. تعجني بقى كده بعجين حلو كده يا حبايب قلبي، وتديله حقه. عندك عجان بقى هيريحك ويريح دراعك وتعجني فيه، لان العجين ده بصراحة مبهدلة جامدة، بيخلي الواحد دراعه يوجعه. بس الحمد لله رب العالمين، ربنا ان شاء الله يكتب لنا الخير ونجيب عجان كده يا حبايب قلبي، ربنا يعوض علينا خير يا رب. هنا بقى جبنا العجين حطيناه على المفرش كده يا حبايب قلبي وسويناه عشان نقطع منها على طول لما تستريح. وجبت بقى السمسم يا حبايبي، حطيت عليه معلقه ميه منديه كده علشان نطلع عليه البقسماط على طول. بكون على ميه تحس ان هو بيمسك في البقسماط على طول ما يقعش منه. شايفين يا حبايب قلبي؟ لما تكون العجينه مستريحه بتلاقي البقسماطه بتشكل منك على طول، ما بتاخدش وقت. وما تخليش العجينه بتاعتك مرقه كده ويعني طريه منك، لازم تكون ناشفه كده على اساس ان هي ما بتسيح، ما تسيحش منك وتقطع وكده، لان كل ما بتقعد الجو حر بتسيح وبتحس ان هي سايحه منك حتى لو هي جامده. فما بال بقى لو انت عاملاها طريه، تلاقي مش هتعرفي شكلها، تقعد تتقطع منك. يا حبايب قلبي، السمسم ماسك في البقسماط. تحط على معلقه الميه، عايز تحط برضك حبه سكر حطي براحتك يا حبيبه قلبي، ربنا يسعدك يا رب ويكبر خاطركم. تحطوا لي اللايك بقى للبقسماط الجميل ده، ربنا يسعدكم يا رب. هنسيبه بقى يستريح شويه بعد ما شكلناه، يعني على بال ما اخلص تشكيل الكيلو البقسماط اكون اخر صينيه اقوم عاملاها على طول، يعني ما تسيبوش يخمر ويترفع قوي كده علشان ما يعضمش منك ويبقى وحش. كده يا حبايب قلبي البقسماط بتاعنا طلع ولونه جميل. شايفين اللون يا حبايب قلبي؟ كله موحد وتلاقيه كله زي بعض. دي كان الروتين بتاعنا النهارده. وما تنسوناش بقى يا حبايب قلبي الكومنتات الحلوه واللايكات الجميله بتاعكم، وشجعوني كده يا حبايب قلبي. ربنا يسعدكم يا رب ويكبر خواطركم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.